كونتيوا ميناسان، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده قررنا نجرب احد الالعاب الكيوت اللي بتتكلموا عنها دايما. لعبه اسمها لولو تي في. لولو تي في تقريبا دي حد من يعني عنده قناة يوتيوب اسمها لولو، فقرر ان هو يعمل عليها ابلكيشن. فالابلكيشن ده يعني كيوت شبه القناة بتاعته، لان في البداية قالت لي ابقى تابعي القناة بتاعتي على اليوتيوب. فاعتقد فعلا ان صاحبها عنده قناة يوتيوب. فخلينا نجرب نلعبها، هي لعبة كيوت قوي. هي الفكرة منها ان في طفلة بتتبناها في البداية، بيبقى عمرها سنة. بتتعلم معاها او كأنك بتعمل محتوى لايف، فانت بتطبخ قدام الناس والناس بيكتبوا في الشات كده كأنهم بيشجعوك اللايف، فكل ده والناس قاعدة تتفرج عليه. فيعني اول حاجة بتبقى موجودة عندها الليفلات العادية، ان انت تعمل ايه، تدخل العنب جوه السيخ بتاعه. يعني التدخيلة بتاعته كانت صعبة قوي لحد ما فهمت التحكم بتاعه، يعني يمين شمال شمال يمين، يعني بمعنى اصح. فكان صعب جدا 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 ان انا ايه ادخل البتاع دي في السيخ. حتى مرضاش توت، يعني مفيش، التوت ما كانش راضي ابدا، مش راضي نهائيا. حاولت احطه في الدايره يمكن عشان التوت شكله مش دايره مثلا، او يمكن دي فراوله تقريبا. مش نافعه خالص. فنجيب عنب، هو تقريبا العنب اللي ينفع، لان هو حاطط دائريه، فهنحط الدائريه فيها. او تقوم كبره فجاه كده، يبقى هي خلاص كده وافق ان هي تدخل في السيخ. يلا واحدة كمان، اعتقد دي اخر واحدة. مم. اول ما تكبر كده خلاص هي كده اتحط. بس كده السهم اللي تحت اشتغل، هنضغط عليه. الخطوة اللي بعد كده هنعمل عسل. هنحضر عسل لان احنا عايزين نغطس العنب ده فيها. فهنحط سكر، يعني انا حطيت حبة سكر صغيرين، فهو قال لي لا حطي كمان، فحطيت الكيس كله. الكيس كله سكر. ياه كتير قوي. وبعدين على ميه، ده طبيعي يعني لما نيجي نعمل العسل اللي هو الشربات عشان الحلويات وكده، ونشغل عليه النار لحد ما بقى عسل تمام جميل. هننزل فيه بقى العنب اللي احنا عاملينها. ونقلب كده، قال اللي احنا نعمل ستير، نقلبها لحد ما عنبة تمتزج بالعسل. فخلينا نقلب. اللعبة بصراحة كيوت جدا، يعني اللي عاجبني فيها ان هي بسيطة، مش محتاجة ذرة فهم واحدة. هي محتاجة بس انك تكون مستمتع وانت بتلعبها. طبعا هي لولو لسه صغننة، هي عمرها سنة، فهنأكلها بقى واحدة واحدة. التأكيل بتاعها كان أصعب ما يكون، يعني أنا ما شفتش تحكم كده، صعب جدا. أنا مش قادرة إن أنا أشيل السيخ من مكانه وأوديه لحد بقها، المفروض أنت تأكلها حاليا. فكان يعني صعب قوي قوي قوي، يعني فوق ما تتخيل. كل شويه عماله تفتح بقها وانا مش عارفه اوديلها اليمين شمال والشمال يمين. فكره بقى انك تدرك الموضوع ده صعب. يعني اشوف الوقت السهم راح شمال وانا بوديلها بقها في اليمين، السهم شمال وبقها في اليمين. طبعا بقى كل ده هي شغاله بتاكل لايف طبعا. كل ده شغال لايف. هو مش لايف كلايف اللي هو بجد، لا هو هزار، يعني ايه، التطبيق منه نفسه كده. في ناس بتقعد تعلق وتقول لها ان انت حته سكر ومش عارفه ايه وحاجات جميله كده يعني. ف يعني احنا عمالين نحاول ان احنا ناكلها. يلا كلي يلا خلاص، شوف فتحت بقها قد ايه، قد العنبه. يلا 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 كده لسه 3. هي بالها طويل قوي، بالها طويل قوي. المفروض يعني طفلة عندها سنة ما تاكلش كل السكريات دي، ايه ده؟ يمكن عشان ما عندهاش سنان لسه، فبالتالي السنة مش هتسوس. فهي يعني بتاخد على طول كده. يلا هانت لسه. يلا. الناس قاعدين بيقولوا لها في التعليقات جميل ومش عارفة ايه يلا لسه 2، لسه 2. اللعبة فيها حاجات تانية كمان، يعني مش على قد بس ان كل مرة تعمل طبخة وتأكل لولو اللي ما بتشبعش خالص دي. لا هي فيها لو مثلا لولو ممكن تشتغل بوقت اضافي. ممكن تأكل، يعني تعمل الزباين عارفين زي ألعاب الطبخ كده، يبقوا طالبين حاجة معينة فانت تروح تجيبها لهم وتديها لهم، فبرضه فيها حاجات زي دي. فيها كمان متجر بتشتري منه، وفي حاجات بتغير الديكور بتاعها بتاع الأوضة بتاعتها، كأنها زي لعبة عادية، زي من الألعاب العادية. بس هي الفكرة المميزة فيها ان حوار الطبخ ده، وان هي تاكل قدام اللايف يعني عموما.
يعني هو كويس اعتقد من ان الخانة اللي تحت، المربع اللي تحت اللي لونه احمر ده، انت ممكن تكتب تعليقات كمان، يعني ممكن ترد على حد من الناس اللي بتكلمه بس ما كانش راضي يستجيب معايا. يمكن عشان هو لونه احمر فلسه مش متاح ليا التعليق، يعني يمكن يعني اللي هو الرد على المتابعين. يلا لسه عنبتين وهانت، يلا 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 لسه اتنين، يلا يا لولو، يلا يا لولو. خلينا نشجع لولو يا جماعة عشان تاكل وتخلصنا. لسه واحدة، الله أكبر، لسه واحدة. يلا يلا. حقيقي التحكم صعب، صعب جدا جدا جدا. يمين شمال شمال يمين فوق تحت تحت فوق، الإشارات كلها معكوسة وهي مش فالحة غير إن هي تفتح بقها بس يعني. مفيش إلا فتحة بقها الأكبر من العنباية أصلا. أخيرا أكلتها أكلتها، وأخيرا شاطرة يا لولو. شاطرة يا لولو، خلصنا أخيرا الحمد لله. كلهم بقى خلاص، يلا سقفوا لها يا جماعة، لولو خلصت أكلها. خلاص بقى. يعتبر كده الجيم خلص خلاص بقى. هي كسبت ايه؟ كسبت شوفوا يا جماعة، اخدت مشاهدات قد ايه؟ اخدت تقريبا كتير والله، اخدت كتير. فهو بيقول لي هنا اتفرج على فيديو عشان عدد المشاهدات يزيد. لا كفاية بالميتين دول، 200 دول جابوا كام؟ 16,000 مشاهدة والله. شوفوا لولو بتاكل بس ما عملتش حاجة غير ان هي بتاكل، جابت 16,000 مشاهدة، واحنا الفيديو بتاعنا ما جابش 50 مشاهدة. لولو جابت اكتر مننا عشان بس بتاكل. المس الفقاعة تمام. اهو شفتوا، هي دي قناة لولو على اليوتيوب، لو انتوا حابين تتفرجوا عليه على فيديوهاته، فيديوهات اسمها لولو كده. لو عايز تعمل سبسكرايب للقناة بتاعتها، لا هتديك 50 كام 500 جنيه لو من اللعبة، لو عملت اشتراك في القناة بتاعتها. فهي دي لعبة لولو. يعني انا شايفاها لذيذة. في برضو في حاجات برضو في حواليها كده، في ديكور، في كده، في هدايا. اتفرج على فيديو وخد 500. في برضو المتجر بس كلها حاجات بالدولار يعني للأسف يعني. فطبعا يعني انا فكرت الفلوس اللي ممكن اشتري بيها ما تنفع. ده لولو ممكن تلعب وظيفة اضافية. فكل اللي هتعمله ان هي هتسلم ايه، حاجات للناس على حسب التخمين بالظل. يعني في كده بالظل كده حدد الحاجات من تحت، عايزة من دي 2 وعايزة من الايس كريم واحدة ودي 2 مرة تانية كده بالترتيب. انا حبيت دي بصراحة لانها يعني بتشتغل على سرعة الانتباه وكده. اللعبة لطيفة يعني، بجيب ولاد اختي الصغننين وايه واقعد العبها معاهم كده. يعني بتبقى حاجة سيمبل يعني، يعني بتلفت الانتباه. عايزين ايس كريم من ده وبعدين من ده وبعدين من ده. عدد الزباين موجودين فوق، انا كده مشيت 4 من 8. عايزة من ده ومن اول واحد للاخير والاول واحد مرة تانية. تمام. بعدين عايزة من ده والاخير مرة تانية، واتنين اللي في النص مرتين. جميل. كل ده بنعمله قبل ما القلب اللي في الجنب ده يخلص. يعني القلب ده المفروض ما يخلص، يعني نلحق بسرعة قبل ما يزعلوا ويمشوا. ومفروض ما نعملش حاجة غلط لحد ما فيش حاجة غلط، كله سهل. وده 2 في النص. ماشي. جميل كده. خلاص كده مشينا ال8 زباين بتوعنا. اي خدمة يا جماعة. في عندنا ايه؟ واحد في اي بي كمان، ده كده وده 2. غلط. زعل ومشى. كان عضو في اي بي كان جاي لنا، كان هنجيب منه فلوس كتيرة. عايزين نختار واحدة. هادي بادي كروم زبادي شالوا وحطوا الكل على ايدي. نختار اللي في النص. اللي في النص. هاخدها يعني ولا هاكلها ولا ايه؟ جبت منها فلوس بس كام؟ 700. حلوين حلوين. يلا احسن من ما فيش. فكرت هتديني كيكه اروح اكلها لولو تاني. بس يا جماعه هي دي لعبه لولو. في بقى خواص تانية لو انتوا حابين تتفرجوا عليها. احنا قلنا نجرب يعني، خلينا نبدا سلسله مع بعض كده في الحاجات الكيوت. مع السلامه.